اليوم أنا بقدم لكم الشتني. طبعا نحن في عدن لازم يكون الشتني موجود يوميا، ما نقدر ناكل غدا الا بالشتني او عشار. بنقدمه بطريقه يعني تختلف عن السابق، وبنبتعد عن الطماطم. يلا ونبدا. معانا شوفوا هنا الكبزره، معانا هنا واحد زبادي، ومعانا الزنجبيل. طبعا الزنجبيل اني نجيبه يعني زنجبيل اخضر وقطعه وفرزنه. وهنا معانا نعناع حق الشاي اللي نعمله الشاي. ومعانا واحد فلفل اخضر يعني بسباس اخضر، و4 فصوص توم، نص ملعقه ليمون حامض، يعني الليمون عصير ليمون حامض. شوفوا الملحه قليل يعني ملح. فلفل اسود شوفوا قليل بالملعقه. ما عملناش مي، شوفوا بدون مي بدون اي حاجه، ما شاء الله تبارك الله. بسم الله على حلاوه حسنه. الباقي الان بنحتفظ به هنا علشان نخليه بالثلاجه، ووقت ما نشتي نخرج منه. طعم لذيذ جميل يا سلام، يعني لو عملتي ما عاد بتبطلي حياتك كلها. طيب حبايبي الان بقدم لكم النوع الثاني. معانا شوفوا هنا الملح، الفلفل الاحمر ملعقه، بخليكم تلهبوا لي. الكمون ملعقه ناقصه شويه يعني، والفلفل قليل. طيب هنا معانا شوفوا الحمر تبليه، يعني الحمر تبليه بمي سخن. هنا الكبزره والنعناع حق الشاي. شوفوا هذا. معانا بصل راس صغير يعني البصل، ومعانا 4 فصوص توم. هنا الفلفل 1، الكوب المي نسكب منه اول شويه. اذا شفنا ان الخليط حقنا جامد مره ويشتعاده مي بنضيف. خلاص شوفوا على حلاوه، ها ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هذا اللي زاد من الكوب، يعني يمكن كذا ملعقه بيجي او ملعقتين. والان نقول بسم الله. الشتني بالحمر اللي هو التمر الهندي، يا سلام سلم. هذا نحتفظ به في الثلاجه. طبعا هذا شوفوا اني عملته لكم الان عشان ايش؟ عشان رمضان، لان رمضان كل الاشياء اللي بتقدميها، كل الحاجات اللي بتقدميها في الفطار تحتاج الى شتني. بس نحن خلاص تعودنا على الشتني لازم يوميا، فنستخف بحيث ان احنا نشيل حاجه سريعه. نعمل الطماطم والكبزره والثوم والفلفل الاخضر فقط.